يا ربي الملك يا ربي الملك والأمر لك ما أعدلك يا رب يا يا ربي، وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إن العاقل منا هو الذي يعمل لآخرته كما يعمل لدنياه، ورغم ذلك لا يطمئن إليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لمن رأى الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. إن كلنا فيها إلى زوال، ولكل منا أجل مكتوب لا يتقدم عنه ولا يتأخر. يقول أحد الصالحين: إن الموت الذي لاقيه حتما كل البشر قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه، هو نعيم الجنة. وفي ذلك الحث على عمل الصالحات وتجنب السيئات علنا نكون من أهلها. إن الدنيا فانية لا دوام لها، غادرة لا استمرار لنعيمها، متقلبة لا بقاء لها على حال، ورغم ذلك فحبها يعمي ويصم. فكم تبدل نعيمها بالبؤس، وكم من أصبح واثقا من تملكها فأمسى وهو منها قنوط يئوس. لذلك فالعاقل من عرف الآخرة وعظمتها ورغب فيها وعمل لها، فهي الدار الباقية التي لا يموت سكانها، ولا يتهدم بنيانها، ولا يهرم شبابها، ولا يتغير حسنها. هواؤها النسيم وماؤها التنسيم، يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين، ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم. يقول تعالى ما جاء في الآية 10 من سورة يونس: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن العالم بالله تعالى بعظمته وكبريائه وجلاله كيف لا يخشاه في سره وعلنه، وكيف يعصاه في قوله أو فعله. يقول بعض الصالحين: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوه أبدا. فإذا انتهى الموقف وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، قدم لنا الأدب النبوي وصفا للجنة والنار بإسهاب شاف واف. نسمع أن الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ففيها كل ما أمكن أن يتخيله التصور الإنساني، نعيم ومتاع يبشر الله به عباده الصالحين. سأل أبو هريرة رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الجنة فقال: بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأزفر، حصباؤها أي أرضها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. من دخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. وفي حديث آخر قال: أما درجاتها ف100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ومنها تفجر أنهار الجنة ال4، ومن فوقها يكون العرش.
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، والفردوس هو أعلى درجات الجنة. عليك صلوات الله وسلامه يا حبيب الله. إنها أوصاف نبوية شريفة لم يهتف بها لسان قبل محمد عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى في سورة التوبة الآية 21: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ونختتم الحلقة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه عن الجنة: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صدق الله العظيم وصدق رسوله عليه صلوات ربي وتسليماته. يا